واحد صاحبي سألني النهارده وقال لي يا سمير، واحد اونلاين قال لي انه معاه الاي بي ادرس بتاعتي، هل انا كده في خطر؟ فرديت عليه قلت له اهدى يا حبيبي، الناس اونلاين بتحب تقول الكلام ده كتير، بس الاي بي ادرس مش مفتاح سري هيخليه يهاك البي سي بتاعك في ثانيه، ولا يفتح الفايلز، ولا يسرق حسابك البنكي. فسألني طب هو يقدر يعمل ايه بالاي بي؟ قلت له الاي بي بس يقدر يعرف المدينه بتاعتك والانترنت بروفايدر ونوع الكونكشن، ودي اللي بنسميها بيسك نتورك ميتا داتا، مش اسمك الحقيقي ولا عنوان بيتك ولا الباسوردز بتاعتك. فبيقول لي الجيمرز دايما كانوا بيقولوا ان حد عمل لهم بوت وخلاهم يبقوا اوف لاين، ده عشان كان معاه الاي بي بتاعتي. قلت له احيانا لو استخدم بوتر او ديدوس سيرفيس رخيصه يقدر يعمل اوفرلود على الشبكه بتاعتك شويه ويخرجك من اللعبه اونلاين اللي انت بتلعبها، بس دي رخامه منه ومش هيعرف يأذيك اكتر من كده. فسألني يعني لسه ما يقدرش يهاك البي سي بتاعي من الاي بي لوحدها؟ قلت له صح كده، الخطر الحقيقي بيبدأ لما تدوس على لينكس وتنزل فايلز او يبقى عندك اوبن بورتس على الراوتر، ساعتها المالوير او الفيشنج او الريموت اكسس ممكن يبقوا حقيقيين. فقال لي تمام، طب ايه الناس تعمله لما حد يقول لهم انا معايا الاي بي ادرس بتاعتك؟ رديت عليه وقلت له سهل قوي، اعمل ريستارت للراوتر بتاعك عشان تغير الاي بي، اتاكد ان الفاير شغال على الراوتر، ولو عايز حمايه زياده استخدم في بي ان عشان الاي بي بتاعتك ما تبقاش ظاهره للبابليك. يعني الاي بي لوحدها مش معناها ان اتعمل لي هاك، بس لو دوست على لينك او حملت فايل من حد ممكن توديني في داهيه. قلت له بالظبط، الاي بي هنا مش البعبع، قراراتك اللي بتاخدها اونلاين هي البعبع وهي اللي تخلي بالك منها. وما تنساش الفولو عشان ما تفوتش تبس زي دي كتير.